هل هذه النظرات تعبر عن صدمة؟ تعبر عن خوف؟ تعبر عن عتاب؟ ترى من الذي يحمل هذه الصينية؟ هل هي الزوجة؟ هل هي البنت؟ هل هي الأم؟ لا أريد أن أتخيل هذا المنظر، لأنني لا يمكن أن أتحمل التعليق على مثل هذا المنظر، لكن ربما. كلمات ترددت في وسط المدرجات وسمعها الجمهور ووصلت أصداؤها إلى المجتمع ككل، كلمات نابية، كلمات غير مسؤولة، لا أعرف كيف خرجت من الجماهير، ولا أعرف كيف رددتها، ولا إلى أي درجة وصلت هذه الجماهير في الإساءة للطرف الآخر. حينما أخطأ أحد الصحابة في حق أخيه وقال له يا ابن السوداء، وقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا صارما وحاسما وحازما، وأبى أن يتردد في الإنكار على هذا الصحابي الآخر، وقال له إنك امرؤ فيك جاهلية، نجمك المفضل يخطئ خطأ فتلعنه لعنا كبيرا. الحكم الذي تظن أنه أخطأ في حق فريقك أنت تسبه إلى سابع جد. وهل تظن أن التشجيع يمكن أن يسمح لك بأن تمارس مثل هذه الأخلاقيات التي لا يقبلها عقل ولا منطق؟ الآباء يمنعون أطفالهم الصغار من أن يذهبوا إلى الملاعب لكثرة الألفاظ النابية والعبارات التي لا يمكن القبول بها في مجتمع مسلم. تذهب للترفيه فتعود بالأوزار والآثام على كتفيك. هل سمعتم بالأخ الذي يقاطع أخاه؟ بل يحدث بينهما مضاربة وشجار، يتقاطع الأب مع ابنه لمجرد أن هذا يشجع فريق وهذا يشجع فريقا آخر. أو هل تصدق مثلا أن موظفا يتغيب عن عمله نتيجة لأن فريقه قد هزم في المباراة التي حدثت مساء أمس، خوفا من سخرية واستهزاء واستهجان زملائه؟ وهذه تحدث كثيرا. حينما نسأل من أين يأتي التعصب الرياضي، أعتقد أنه بمجرد أن نفتح الصفحات الرياضية سنجد فيها عناوين مستفزة، عناوين مناطقية، سنرى كثير من المقالات التي يخلع فيها الصحفي طاقية التوجيه والصحافة ويلبس فيها طاقية المشجع في المدرج. هناك تغريدات يكتبها أيضا كتاب كبار، ويكتبها رؤساء أندية، ويكتبها لاعبون كبار، تسيء إلى المشجعين الآخرين، تسيء إلى اللاعبين. ما الذي يمكن أن يحدث بعد مثل هذه التصريحات أو هذه الكتابات؟ أحيانا كثيرة يذهب المشجع لكي يحصل على مقعد له في الملعب من ساعات طويلة، ساعات مبكرة، ويبقى أيضا بعد المباراة فترة من الزمن. هذه الساعات يقضيها المشجع في ماذا؟ في السب، في الشتم، في اللعن، في الغيبة، في النميمة. ساعات طويلة يضيع فيها واجبات عامة وخاصة، ويضيع فيها الصلوات. ولا أدري كيف يمكن أن يستمتع المشجع بالمباراة أو أن يجلس مرتاحا وقد ضيع عددا من الفروض. أو ربما البعض ينزل ويصلي، نحن نظن بالناس خيرا. سينتهي الموسم قريبا، قد يفوز فريقك المفضل بالدوري، بالكأس، بأي بطولة، ألف مبروك. لكن أنت هل فزت على المستوى الشخصي؟ افتح سجلك واجمع نقاطك واسأل ضميرك وحكم عقلك. ألا يفهم الجميع أن هذه الكرة أنها عبارة عن قطعة جلد منفوخة بالهواء؟